السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من وصفات مطبخ منيا. حلقتنا اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا فيها دي ميني كيش اللي غيكونوا بالدجاج وبليزيبينار بعجين بدون زبده. سبق لي واحد درت معكم دي ميني كيش اللي كانوا بعجين بدون زبده وبدون بيض. في هذه الحلقه هذه غادي نخدم بالعجين اللي غيكون بدون زبده، لكن غنحتاج فيه البيض. غنحتاج على بركه الله عندي هنا واحد 350 غرام ديال الدقيق الابيض، اولا 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، 100 مليلتر ديال الزيت نباتيه اولا كاس عنبه غير مملوء، نفس القياس ديال الماء 100 مليلتر. غنحتاج حبه من البيض، الملح حسب الذوق تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره، معلقه صغيره ديال السكر حبيبات، معلقه صغيره غير مملوءه من خميره الحلويات. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الدقيق، غنزيد عليه الملح، السكر، ثم الخميره كيف ما قلت لكم ملعقه تكون غير مملوءه من خميره الحلويات. هاد المكونات غادي نزيد عليهم الزيت باش غنحاول ندخل الزيت في الدقيق. هذا كنحاول نلبس الدقيق كامل اللي عندي بالزيت، كيف اللي عندي الخليط مرمل بهذا الشكل هذا. غادي نزيد الحبه ديال البيض، نبدا نزيد في الماء بالتدريج. الجهد اللي غادي يجمع ليا العجين، كنحاولوا فقط نجمعوا العجين باطراف الاصابع بلا ما ندلكوه. كيف ما كتشوفوا فالعجين عندي تجمع، بقات عندي تقريبا واحد الملعقه كبيره من الماء، ما استعملتوش كامل، فقط كيتجمع لينا العجين بهذا الشكل هذا كيولي متماسك. كنحبسوا الماء. غادي ناخذ واحد الفيلم اليمونتير باش نوضع العجين ديالي في الثلاجه يرتاح، ضروري نخليوه كيرتاح. غنخلي العجين ديالي يرتاح في الثلاجه تقريبا مده ديال نصف ساعه، ونتلاقاو من بعد باش نكملوا الوصفه. من بعد ما خلينا العجين في الثلاجه كيرتاح نصف ساعه، غادي ندوزو دابا باش نحلوه. غناخذوا كميه من العجين وغادي نطلقوها. كما شفتوا معايا فالعجين ما احتاجيناش اننا ندلكوه، فقط جمعنا العناصر. من بعد غادي نقطعهم. غادي نستعمل هاد لي مول هادو، كاين لكم تستعملوا مول يكون الحجم العائلي. غادي نقطع دابا العجين باش نوضعو في ليمون. غادي نقطعو بهاد الزلافه هادي، القطر ديالها كيكون كبر من القطر ديال المول، بهذا الشكل هذا.
نعاودو مره اخرى بنفس الطريقه. ومن بعد قبل ما ندخلهم للفران غادي نوضع الثقوب باش ما تنفخش ليا لاباط بهذا الشكل هذا. نوضع في الجوانب بهذا الشكل هذا، وغادي ندخلهم للفران يطيبوا. المرحله الاولى تقريبا المده ديال 15 دقيقه حتى كياخذوا داك اللون الذهبي وكنخرجوه. من بعد ما وجدنا العجين ديال الليكيش نوجدوا دابا الحشوه باش غادي نعمروه. بالنسبه للحشوه كتبقى دائما اختياريه على حسب المتوفر عندكم في البيت. فانا هنا غادي نعمرهم بالسبانخ بما انه الوقت ديالهم هذا. عندي هنا كميه من لي زيبينار منقيين ومقطعين بهذا الشكل هذا. صدر ديال الدجاج مقطع مربعات بهذا الشكل هذا. عندي واحد البصله متوسطه مقطعه مربعات صغيره. معلقه كبيره ديال المعدنوس. القليل من زيت المائده والقليل من زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل غنحتاج فقط الملح والابزار وسكينجبير. نبداو على بركه الله. فوق النار غادي نوضع القليل من زيت المائده. غادي نزيد عليه البصله نخليها تشحر واحد شويه. من بعد ما كتشحر شويه البصله غادي نزيد عليها القطع ديال الدجاج. غادي نزيد عليهم التوابل اللي هما الملح، الابزار اللي هو الفلفل الاسود، القليل من السكينجبير. غنضيف القليل من الثوم بودره ما ذكرتوش في البدايه. غنزيد معلقه كبيره من المعدنوس مقطع. غادي نخلي الدجاج عندي حتى يطيب مزيان. من بعد غادي نشحروا لي زيبينار. غادي نوضعوا القليل من زيت الزيتون. لي زيبينار كنشحرهم في زيت الزيتون. كاين اللي كيستعمل الزبده. غنزيد لهم واحد الرشه من الملح ورشه من الابزار. كيف ما كنعرفوا السبانخ دغيا كيطيبوا كنخليهم فقط حتى كيشربوا داك الماء ديالهم تماما. عاد يمكن لينا نطفيو عليهم ما نخليوش فيهم الماء. دابا غادي نوجدوا لاباغايا كيش اللي غادي نحتاج ليها 2 معالق كبار من الياغورت الطبيعي، حبه من البيض، 2 معالق كبار من الحليب السائل، قطعه من الفرماج مثلث اولا مربع، والقليل من الملح والقليل من الابزار. ناخذ الياغورت غادي نخلط معاه قطعه من الجبن بهذا الشكل هذا. وغادي نزيد عليهم واحد الرشه من الملح ورشه من الابزار. الحليب السائل ثم البيض. بهذا الشكل هذا ونخليوها على جنب. من بعد ما كيطيبوا لينا لي فون ديال لي كيش كيجيو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنطيبوهم نص طيبه بهذا الشكل هذا كيكون عندهم اللون ذهبي. اول حاجه غادي نوضعوا لهم في القاع ديالهم
القليل من الجبن الاحمر في الاسفل. غادي ناخذ الحشوه اللي وجدنا بالدجاج والبصله، غادي نوضعوها هي الاولى من التحت. هكذا من بعد غادي نزيد لي زيبينا من الفوق. هذا وفي الاخير غادي نزيدو لاباغاي اللي وجدنا من الفوق. بهذا الشكل هذا ونرجعوهم مره اخرى للفران يعاودوا يطيبوا ويتحمر لينا الوجه ديالهم، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيكون. وفي الاخير كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيش اللي كانوا بالدجاج بلي زيبينار. بعد ما كيطيبوا زدت ليهم القليل من الفرماج من الفوق احمر. هذا هو الشكل ديالهم من الاسفل. كيف ما كتشوفوا معايا وصفه ناجحه، كنتمنى تجربوا هذه الوصفه اللي حضرت معكم اليوم، والى عجباتكم كيف ديما بارطاجيوها مع الاصدقاء. ما تنساوش الجيم لا فيديو والاشتراك بالقناه باش توصلوا بالجديد بصحه والراحه.